سلام الله عليكم اخواني المتابعين. اطلب منكم طلب، لو سمحتوا هذا المقطع لازم ينتشر، لازم يوصل للجهات المعنية، اتحاد الشعراء والمنشدين ولنقابة شعراء اليمن والجمعية شعراء اليمن، لكل الجهات المعنية. يعني بناك شعراء جلال سفيان، احفظوا الاسم هذا جيدا. جلال سفيان هذا سرق أبياتي، ولا يتعادوا يعني سارق مثل الذي قد سرقوا يعني كلماتي من قبل. هذا سارق يعني غبي لا أبعد حد. يعني قبل 4 سنين أعجبتها القصيدة حقي وقال لو سمحت لي القصيدة هذا أنا أدلحنا وأزومها في سبيل الله. قلنا لها تفضل، خلاف يعني عادي طبيعي، وسجلها بصوته وباسمي وباسمه، ونزلناها في القناة ونشرناها على مستوى العالم، ولقيتها في القناة وفي الإذاعة وفي الأعراس في كل مكان. يعني قصيدة قديمة معروفة عند الناس كلهم. الذي يتابعني من قبل أكيد أنه يعني داري بالقصيدة، والذي ما عادوا متابعين جداد يدخلوا غريب حذف اليوتيوب ذي ما تربى يا زمن هي باتربيها اليمن، وعلى طول تطلع له من 4 سنوات موثقة يعني صوت وصورة. وهذا يعني أبصرها قبل 4 سنين، بسرها ما اشتهرت شيء، يعني فكر كيف يفعل بها، كيف يخليها تشتهر. قام أداء البيت يعني عمود القصيدة وأساسها ذي ما تربى يا زمن هي باتربيها اليمن، لشاعر ثاني، وخله يحرف ويبدل ويدوم ويعصد ويغير اللحن هو. وأهم شيء جيت أعين في التيك توك وقد أسمع ذي ما تربى يا زمن هي باتربيها اليمن. أول شيء دور واحد من يربيك، ولا عن ربيك إحنا. أول شيء تربى ولا دور يعني من يربيك، ولا إحنا عن ربيك إحنا. يعني هذا حقوق أديتها لك يعني بدون أي مقابل. قلت في سبيل الله، قلنا في سبيل الله. قمت تتصلد الحين يعني قلت له ليش فعلت هكذا؟ قال في سبيل الله. سبيل الله من حق من في سبيل الله. في سبيل الله تديها يعني تبعد الاسم من مرة وتديها لشاعر ثاني، يعني هذا جزاء المعروف. أنت الخسران، أنت الذي يحرق كرتك. ما أنا بالنسبة لي أنا حقي معروفة موثقة بصوتك أنت يا غبي، بصوتك موثقة صوت وصورة في اليوتيوب من 4 سنين. ما عاد تنكرني يومه. ما لك فعلت هكذا، ما لك صبرت هكذا. قال أنت ليش تديها الفنان؟ حقي يا أخي أديها الفنان، حتى المزمر ألقى مزمر وأخليه لحنها بالمزمر لما تربى يا زمان. حقي يا أخي أسوقها الجن، حقي. أنت ما يعني ليش تبدلها؟ حق من لو ما تبدل الاسم وتقلب يعني وتحرف يعني لو اديتها له يعني بمبلغ وقدره انه لا يبصرها بالثنتين العيون. واخواني الشعراء لو سمحتوا يعني دافعوا عن حقوقكم، ودافعوا عن حقي، ودافعوا عن حق اي شاعر يعني يسرقوا. ليش انتوا واخذ الشعراء كل واحد يبصر زميله بيسرقوا وهذا ويزيد يضحك ولا يا دافع يا اخي عن حقي، ودافع عن حقك، ودافع عن كل شاعر بيسرقوا. صالح الأحمدي يعني القضية حقه قال عيوصلها لا مدري انه هو بحح قصيدة، من حقه يحاكم بحح ويطلب القضاء. وانا كذلك والله لن اسكت عن حقي، اقسم بالله ما اسكت عن حقي، لا اشرشح به واسمع به امة الصلاة. اذا ما عاد بش يعني عدل ويعني وقضاء ينصف الواحد، انا اكون امكن نفسي كل يوم فيديو اسمع به امة الصلاة واحرك كرته وما عاد اشتش، عاد اكتب ثاني وثالث ورابع وخامس. بعدين نشوفه سبحان الله العظيم هو حذف اسمي وغير اسم الشاعر. وهذا والله اني ابصرتها في التيك توك في حوالي في 20 صفحة بتنتشر بدون اسمه. والله ما حد داري من هو بدل اسمي والباري قال له بعد اسمك انا بتنتشر بدون اسمه، مش داري من هو هذا. ما بلا عندما سألت وبحثت ودورت ودريت منه، ولا ما كنتش داري انه.
ونطلع علي جلال سفيان الذي طلبها قبل 4 سنين وديتها له ولحنها. كدك مثبت صوت وصورة يا غبي. المهم اخواني الشعراء لو سمحتوا كنوا تكاتفوا فيما بيناتكم البين. اذا شفتوا شاعر سرقوا عليه دافعوا عنه. اذا شفتوا شاعر يعني مثل المولد محبوس دافعوا عنه، تكلموا عنه. مثل صالح الأحمدي قوموا معه، فعلوا حملات ضد السرق. لا تسكتوا شيء، هذا حق. احنا ما بنغرفها شيء من اسايله. يلا هاجس قصيدة. احنا بنتعب. اول شيء بتتعب لو ما تلقى الموضوع. تتغدى وانت بتهوجس، تصطبح وانت بتهوجس، تعشى وانت بتهوجس. وثاني حاجة كرهن يطلع لك البيت يعني حالي. وهذا هو يعني أعجبها مطلع القصيدة ذي: ما تربى يا زمن هي بتربيها اليمن. طرح في عقلها هذا ما عاد فلتشي. ضروري يشتهر على حساب الشعر ذي ولا على حساب أهم شيء يشتهر. ما بنغرف شيء من السائل. احنا بنتعب وبنبذل جهد. كرهن يا الله نحصل الموضوع، وكرهن يطلع في راسنا أبيات حالية، وكرهن يطلع هاجس يعني طيب النفس. وهذا يعني بكل سهولة كلمات فلان ابن فلان يعني. والله لا سمع بك أمة الصلاة. وهذا مش آخر فيديو. تحياتي.